بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بيكم مع علوم الترم الثاني للصف الأول الإعدادي. والنهاردة إن شاء الله هناخد أول درس الفلزات واللافلزات. أخدنا نبذة في الترم الأول عن الفلزات واللافلزات، وهنا هنتكلم عنها بمزيد من المعلومات. بس هنا في ملحوظة مهمة، احنا اتكلمنا عن الفلزات في الترم الأول، قلنا إن مستوى الطاقة الأخير فيها بينتهي بواحد أو اتنين أو تلاتة إلكترون، واللافلزات قلنا إنها كانت بتنتهي بخمسة أو ستة أو سبعة إلكترون. وطبعا كان السؤال الطبيعي لكل الطلبة تقول له طب وأربعة يا مستر؟ أربعة كنت برد عليهم أقول لهم يا إما تكون لافلز زي الكربون، يا إما تكون شبه فلز زي السيليكون والجرمانيوم. فأنا عندي هنا برضه هو قال لك استثناء إن الكربون آخره أربعة، والكربون ده لو احنا فاكرين كان موجود في CH4 اللي هو المثال، اللي هو كان ابسط انواع المركبات العضوية، كان بيبقى فيه 4 روابط تساهمية احادية مع الهيدروجين. طيب واخدنا برضو باستثناء الهيدروجين اخره الكترون، ومع ذلك هو لا فلز، يعني هو اخره واحد ما هوش فلز، هو لا فلز. وده برضو اخدناه في المجموعة 1A لو احنا نفتكر، اللي هي الأقلاء، وقلنا إن الأقلاء جمعها من الفلزات ما عدا الهيدروجين. ولما اتكلمنا عن الجدول الدوري الحديث قلنا بتبتدي كل دورة بعنصر فلزي ما عدا الدورة الأولى لأن برضو فيها الهيدروجين. وطبعا اتكلمنا برضو إن هنا في ملحوظة مهمة، إن آخر واحد أو اتنين أو تلاتة يبقى فلز والتكافؤ هو الرقم، يبقى واحد اتنين تلاتة فلز والتكافؤ هو الرقم، يعني اخره واحد يبقى احادي، اخره اتنين يبقى ثنائي، اخره تلاتة يبقى ثلاثي. وطبعا ده احنا اخدناه في اللي هو النموذج بتاع لويس، بس الطريقة الاسهل من طريقة لويس اللي احنا قلناها دي، وكانت موجودة برضو في الكتاب الترم الاول. طب 5 6 7 لا فلز، والتكافؤ اطرح من 8، يعني 5 من 8 يبقى تكافؤها ثلاثي، 6 من 8 يبقى تكافؤها ثنائي، 7 من 8 يبقى تكافؤها أحادي. يبقى أنا هنا آخره 1 2 3 فلز والتكافؤ هو الرقم، آخره 1 يبقى أحادي، آخره 2 يبقى ثنائي، آخره 3 يبقى ثلاثي. 5 6 7 لا فلز والتكافؤ اطرح من 8، يعني آخره 5 يبقى ثلاثي، وآخره 6 يبقى ثنائي، آخره 7 يبقى أحادي. يبقى أنا عندي آخره 1 أو 2 أو 3 يبقى فلز والتكافؤ هو الرقم، 5 6 7 لا فلز والتكافؤ اطرح من 8، باستثناء حاجتين اللي هو الهيدروجين اخره 1 والكربون اخره 4. تعالى الفلزات قال لك جمعها صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل. يبقى انا هنا الفلز السائل الوحيد هتقول لي الزئبق، ودي برضو اخدناها في الترم الاول ان انا عندي عنصرين بس اللي سائلين، الزئبق والبروم. طب هنا في اللافلزات قال لك اللافلز السائل الوحيد هو البروم، وطبعا في صلب زي الكربون والكبريت، وفي غاز زي الهيدروجين والاكسجين. يبقى انا هنا الفلزات جميعها صلبة ما عدا الزئبق هو اللي سائل، لكن هنا اللافلزات منها الصلب ومنها السائل ومنها الغازي. السائل الوحيد اللي هو البروم، والصلب اللي هو زي الكربون والكبريت، والغازي زي الهيدروجين والاكسجين. الفلزات لها بريق معدني، يعني بتلمع زي الذهب كده. اللافلزات مطفية ليس لها بريق معدني، معتمة زي الكربون او الجرافيت. الفلزات قابلة للطرق والسحب والتشكيل. طب قابلة للطرق يعني نعرف ندق عليها، فاهمينها دي، والثاني ان انت ممكن تتنيها، والتشكيل انك تشكلها، انك تعمل من الحديد مثلا سيارة او تعمل منها اي شكل معين. طب السحب يعني ايه؟ السحب ده بالظبط كده زي انت ما تبقى ماسك مستيكة بتندغ مستيكة وتشدها كده، فده السحب بالظبط. فمثلا الاسلاك بتاعة الكهرباء ما بتبقاش بالرفع ده، يعني انت سلك الكهرباء بيبقى رفيع من النحاس او من الالومنيوم. هل هو لما اتعمل كان السمك بتاعه رفيع كده؟ لا، عملوا له عمليه سحب، دخلوه في الات معينه خلاته رفيع كده. فالسحب ده زيها، زي ما اديتك مثال كده، اللي هو لما تاكل ايه لبان او كده وتشد اللبان ده تمسكه تشده من بعضه، فبالتالي هو ده السحب. بينما اللافلزات غير قابله للسحب والطرق والتشكيل، يعني هشه زي الكربون والكبريت، عشان كده لو انا دقيت عليها تتفتت. الفلزات جيدة التوصيل للحرارة، اللافلزات رديئة التوصيل للحرارة.
الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء، اللافلزات رديئة التوصيل للكهرباء باستثناء الجرافيت المستخدم في صناعة العمود الجاف، اللي هو الحجارة بتاعت الريموت. لو انت فتحت الحجارة دي هتلاقي جواها يعني عمود اسمر كده. وعلى فكرة الجرافيت ده برضه هو السن بتاع القلم الرصاص. يعني سن القلم الرصاص، انا لما شرحت الجزء ده طالب بيقول لي بس الخشب ما بيوصلش يا مستر. انا ما بتكلمش على القلم الرصاص كله، انا بتكلم على السن بس. السن بتاع القلم الرصاص هو برضو مصنوع من الجرافيت، فده يوصل برضو الكهرباء. طيب الفلزات درجة انصهارها مرتفعة، يعني بتتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة بصعوبة. فزي ايه؟ هتقول لي زي الحديد اهوت، اكبرهم في درجة الانصهار، وبعدين نحاس. لكن الاتنين التانيين الاس اللي هو الكبريت والاي اللي هو اليود هتلاقي درجة الانصهار بتاعتهم منخفضة. يبقى انا هنا الفلزات درجة انصهارها مرتفعة زي الصوديوم والنحاس والخرسين والفضة والحديد، وده اعلاهم اهوت الحديد في الامثلة اللي عندنا دي. بينما درجة انصهاره منخفضة اللي هي اللافلزات زي الكربون والكبريت والفوسفور والبروم واليود. لو قال لك هنا ماذا يحدث عند الطرق على قطعة من الكبريت، هتقول له تتفتت، لأن الكبريت غير قابل للطرق والسحب والثاني والتشكيل. طب علل ليه يمكن تشكيل قطعة من النحاس، هتقول له اصل النحاس فلز والفلزات قابلة للطرق والسحب والثاني والتشكيل. طب علل ليه بيستخدم الجرافيت في صناعة العمود الجاف بالرغم من انه لا فلز، هتقول له لأن الجرافيت هو اللا فلز الوحيد الجيد التوصيل للكهرباء، عشان كده بيستخدم في الأعمدة الجافة. نيجي بعد كده للرابطة الفلزية. قال لك الرابطة الفلزية ديت هي قوة التجاذب بين أيونات الفلز الموجبة وسحابة إلكترونات التكافؤ السالبة. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا النواة كان فيها بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، وان البروتونات الموجبة ديت بتتساوى في العدد مع الإلكترونات السالبة اللي بره. فهنا قال لك ان ذرة أي فلز بتترتب بالشبكة، يعني في ترتيب يعرف بالشبكة البلورية الفلزية. يعني زي بالظبط لما انت تجيب مكعب كده وتحط فيه كور، هو نفس الشكل كده. فقال لك بتتكون على هيئة كاتيونات، واحنا قلنا قبل كده في الترم الاول ان الكاتيون هو الايون الموجب، بتحيط بها سحابة الكترونات التكافؤ حرة الحركة. طبعا الكترونات التكافؤ اللي هي الالكترونات في مستوى الطاقة الاخير، اللي هو الكترونات التكافؤ. يعني يعني زي ما احنا قلنا 1 2 3 فلز 5 6 7 لا فلز، ده الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير اللي بيحدد هل هو فلز ولا فلز. فقال لك في قوه تجاذب بقى بين الكاتيونات دي، بين الكاتيونات اللي هي الموجبه وسحابه الالكترونات اللي هي السالبه، فيعرف بمصطلح الرابطة الفلزية. يبقى الرابطة الفلزية هو قوة التجاذب بين ايون الفلز الموجب وسحابة الالكترونات السالبة. وهنا عايز اوضح لك حاجة، احنا اخدنا في الترم الاول رابطتين، رابطة تساهمية ورابطة ايونية. الرابطة الايونية والرابطة التساهمية كانت بتبقى بين عنصرين او بين نفس العنصر في الرابطة التساهمية، يعني زي اتش و اتش او 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 ان و ان، يا اما بين H2O ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، دي برضه رابطه تساهميه احاديه. وفي الرابطه الايونيه كانت دايما العناصر مختلفه، يعني زي Na و Cl، صوديوم مع كلور. فكان في الروابط اللي احنا اخدناها في الترم الاول كانت بتبقى بين عناصر مختلفه، لكن انا هنا في الرابطه الفلزيه بتبقى تجاذب بين ايونات الفلز الموجبه وسحابه الالكترونات بتاعه التكافؤ في نفس العنصر. وقال لك هنا بقى في ملحوظة ان هي الرابطة الفلزية دي هي اللي مسؤولة عن الصلابة بتاعة الفلز وارتفاع درجة انصهاره. وهنا ملحوظة ان كل ما زاد عدد الكترونات التكافؤ كل ما زادت قوة الرابطة الفلزية، فبالتالي يزداد قوة الصلابة. يعني انا لو قلت لك الصوديوم Na11 فهتوزعه يبقى 2 8 1، الام جي المغنيسيوم 12 يبقى 2 8 2، الالومنيوم Al13 لو انا وزعته هيبقى 2 8 3. تفتكر مين فيهم اللي هيكون اكبر في القوة بتاعة الرابطة الفلزية فيكون اكبر في الصلابة؟ طبعا هيكون الالومنيوم لان اخره 3. فهنا بتزداد قوة الرابطة الفلزية بزيادة عدد الكترونات التكافؤ، عشان كده درجة الانصهار بتاعة الالومنيوم 660 درجة، المغنيسيوم اقل منه 650، الصوديوم اقل منه 98. طبعا الارقام ديت للايضاح فقط. يبقى انا كل ما يزيد عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير بيزيد الصلابه وتزداد درجه الانصهار فتصبح مرتفعه. ما تجيش بقى تقول لي Cl17 اللي هو الكلور
في اخره 7 يبقى هو اكبر في الصلابه. لا، انا هنا بتكلم على الفلزات بس، ما بتكلمش على اللافلزات. الكلور ده لافلز خلاص، واصلا غاز يعني ماهوش ماده صلبه. طيب كده مفيش مشكله في الجزء ده، سهل مفيهوش اي حاجه. نيجي بقى لجزء اسمه السبائك. السبائك هنا كلمه سبيكه عباره عن مخلوط مكون من مسحور فلزين او اكتر. يعني انا بسيح مواد واحطها على بعضها. يعني ده بالظبط لو انتوا تفتكروا المسلسل بتاع لن اعيش في جلباب ابي بتاع عبد الغفور البرعي، لما بيسأل المعلم ابراهيم سردينة بيقول له اللي يحب يشتغل في النحاس ومش عارف ايه، قال له يا ابني كل حاجة ولها حد بيستخدمها. يعني النحاس ده ما حدش يقدر يستغنى عنه، ده اللي يهمنا في الجملة. قال له ده بيستخدموه في المسابك. يبقى كلمة مسابك يعني اللي هي بياخدوا مجموعة حديد على نحاس على ألمونيوم، بيحط كذا مادة على بعضها. طب هو انا ايه الهدف من ان انا احط كذا مادة على بعضها؟ قال طبعا هو كمل له الكلام وقال له ده النحاس ده بيستخدموه في محلات الذهب اللي هي في الصاغة. طب هو النحاس بيحطوه على الذهب ليه؟ عشان الذهب نفسه عنصر لين، فمحتاجينه يبقى اكتر شويه، وده السبب في ان في اختلاف في العيار. هتلاقي في ذهب عيار 24 وفي عيار 21 اللي هو السائد في مصر، وفي عيار 18. ده بيختلف باختلاف نسبه النحاس فيه ونسبه الذهب فيه. فال 24 ده اغلى حاجه لان نسبه الذهب فيه اكتر، ال 21 نسبه الذهب اقل شويه، ال 18 اقل، وهكذا. طب انا هنا بحط ليه حاجتين على بعض؟ قال لك عشان استفاد بالصفتين الكويسين اللي فيه. يعني يعني انا مثلا زمان كان في الكراسي بتاعت لو انت تبص في الافلام القديمه هتلاقي الكراسي بتاعت القهاوي وكده، تلاقيها كراسي تحسها يعني ظهرها مستقيم كده، فتلاقيها مش مريح. بعد فتره الناس بقت بتقعد على الكافيهات كتير وكده، فبقى بدأوا يعملوا كراسي تبقى مريحة شوية، فعملوا كراسي بلاستيك ظهرها مريح، ظهرها عامل زي العمود الفقري للإنسان، يعني بيمشي مع العمود الفقري كده. بس لقوا فيها مشكلة ان الرجلين بتاعتها ضعيفة ما بتستحملش، فعملوا كراسي بتجمع بين الاتنين، كراسي ظهرها بلاستيك مريح ورجلها حديد. وده نفس الفكرة بتاعت السبائك اللي احنا خدناها في الترم الأول لما خدنا سبيكة الالومنيوم والتيتانيوم. السبيكه بتاعت الالومنيوم والتيتانيوم ديت كانت بتستخدم في صناعه اللي هي الطائرات الحربيه. ليه؟ لانها كانت اخف من الالومنيوم لوحده، وكانت بتتحمل درجه الحراره يعني في السرعات العاليه. عشان كده كنا بنستخدمها في اللي هي الطائرات الحربيه. وبرضه زي سبيكة الستانلس ستيل كانت عبارة عن حديد مضاف إليه بعض العناصر زي الخرسين، برضه لأن الحديد بيصدي، فكنا بيستخدموه في أواني الطهي. عايزين المتانة بتاعة الحديد وإنه بيوصل الحرارة وفي نفس الوقت ما يكونش بيصدي، فعملنا سبيكة الستانلس ستيل. يبقى احنا كده استفدنا بمتانة الحديد وقوته توصل له الحرارة، وفي نفس الوقت برضه استفدنا بإن هو ما يصديش، اللي هي سبيكة الستانلس ستيل. فهنا نفس الفكرة. السبيكة هنا بتاعت البرونز، واحنا طبعا لما بنسمع كلمة برونز بيترأى الينا على طول موضوع اللي هو الميداليات. في ميدالية بتبقى ميدالية ذهبية، وبعدها ميدالية فضية، وميدالية برونزية اللي هي في المركز الثالث. يعني الأولى بتبقى ذهبية، والتانية بتبقى فضية، والتالتة بتبقى برونزية. طب هو سبيكة البرونز دي عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن نحاس اللي هو CU بنسبة 95%، وقصدير اللي هو SN بنسبة 5%. يبقى هو الغالبية نحاس، وقصدير بس بنسبة 5%. طب ايه خواصه؟ قال لك بيتميز بان هو اكتر صلابة من النحاس، وبعدم قابليته للصدى. يبقى انا هنا عملت السبيكة عشان اخد ميزات احسن. طب استخداماته في ايه؟ هتقوله في صناعة الحلي وصناعة الميداليات اللي هي بتبقى في الالعاب الاولمبيه وكده، وفي صناعه التماثيل. يعني ده تمثال مصنوع من البرونز اهو. اخر حاجه في درسنا النهارده هي اعاده التدوير.
قال لك هي عملية تحويل النفايات إلى مواد جيدة صالحة للاستخدام. يبقى عملية تحويل النفايات إلى مواد جيدة صالحة للاستخدام، اللي هي عملية الريسايكلينج يعني. طب أنا بعمل كده ليه؟ قال لك بيتم تدوير بعض الفلزات زي النحاس والألمنيوم والحديد. أول حاجة لتناقص نسبة وجودها بالقشرة الأرضية، مش موجودة كتير في القشرة الأرضية، وصعوبة استخلاصها من خاماتها. يعني عشان اخدها خام واستخلصها بيبقى الموضوع صعب، وانخفاض تكلفة تدويرها عن تكلفة انتاجها من خاماتها. يعني ان انا اخدها اعمل لها عملية تدوير اسهل من ان انا استخلصها من خاماتها. وده نفس الفكرة بتاعت الكنز. يعني بتلاقي انت في بعض الناس بتلم علب الكنز. علب الكنز دي بياخدها بيعملوا لها عملية صهر تاني وبيستخدموها مرة تانية في صناعة العلب الجديدة. وبكده نكون خلصنا شرح درس النهاردة. يا رب يكون الشرح عجبكم ويكون الشرح ممتع. أشوفكم إن شاء الله في دروس جديدة بإذن الله. أي تعليق أو أي اقتراح أو أي طلب ياريت تسيبوه لنا في الكومنتات على الفيديو. دائما نقول تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة تأخذون الكتاب موفقين ناجحين إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشترك بالقناة وتعمل لايك إعجاب بالفيديو وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد.